السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي وأخواتي، أحلى متابعين في الدنيا، متابعين شيف السعادة. النهاردة بقى فيديو روتيني وتحفيزي قوي 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 لكل واحدة ست بيت عسولة أمورة معتمدة على نفسها، عندها كده ثقة بالنفس وعندها طموح وعايزة تعمل مشروع من بيتها وبتعمل اوردرات. النهارده زي ما احنا شايفين انا هقول لكم بقى يوم مني او يومياتي اللي انا بشتغل فيها، وعندي اوردرات شويه نواعم كده، قلت بقى اصوره معاكم ونشوفوا الجمال ده احنا هنعمله ازاي. انا النهارده اقول لكم شويه ثورات كده ممكن تكون بتقابلكم في المطبخ. ماشي معايا النهارده بتيفور، كحك، قراقيش، شويه حاجات كده. انا طبعا انا عاملاها بالتفصيل على القناه، بس النهارده كده هقول لكم ازاي نرتبوا اليوم بتاعنا وازاي نرتبوا شغلنا عشان نطلعوا احلى شغل زي ده. وطبعا زي ما احنا شايفين انا من غير كيس الحلواني. الناس كتير اللي بتقول لي انا ما عنديش كيس الحلواني وعايزه اعمل البتيفور بالكيس، انا عملته بالبلبله، بس اهم حاجه تكون بلبله كبيره. شايفه بالبلبله من غير اي كيس خالص، وعملته ومعايا ممتاز. لو انت متعرفيش تستخدمي كيس الحلواني او بيوجع ايدك او ما عندكيش بالبلبله بس، بتعملي احلى بتيفور زي ما احنا شايفين معانا بدون اي صعوبه خالص. بعمله وبملى على قد ايدي وبنزله، سهل جدا وجميل خالص، واشكال مختلفه. نفس البلبله زي ما احنا شايفين بعمل منها اكتر من شكل، تبارك الله. طبعا وايدك ولفة ايدك هي اللي بتختلف شكل النقشة بتاعتك، اشكال مختلفة للبتيفور. وده بعد ما استوى معايا اللهم بارك شوية بتيفور يا جماعة، من الاخر حاجة كده عظمة. يعني اللون الذهبي بقى الجميل، ان الكل بيقول لي نفسي اطلعه في البتيفور، انت بتحطي لون عليه؟ انا عمري ما بحط لون. شايفين البتيفورايه لونها عامل ازاي؟ شايفه النعوميه بتاعتها؟ انا مش عايزه اقول لك. شايفه؟ بصي انا بودره، يعني هو بودره في الايد. شايفين؟ يعني هو الصوره بتتكلم بقى. الناس اللي بتقول هل هو بيبقى ناعم، انا بقى في الوصفه بتاعتي بجمع ما بين البتيفوره اللي ماسكه نفسها مع البتيفوريه الناعمه مع الطعم الجميل مع السمنه البلدي، شويه تكات كده بطلع منها احلى بتيفور اللهم بارك. شايفين كميه البتيفور؟ انا طبعا بعمل الكميه دي عشان ما اركنش عجينه كتيره، ده مقدارين، وبرجع اعمل مقدارين تانيين ومقدارين تانيين. ودي بقى شويه القراقيش بتوعنا العسل بقى اللي عاملينهم. شايفين الجمال والحلاوه يا جماعه؟ حبه قراقيش كده بالعجوه عسل وشويه ساده برضو. ايه كل بقى انا عارفه مطلوب مني كام كيلو، بجمع بقى اعرف اعمل كام مقدار. ده البتيفور انا عملت مقدارين في مقدارين في مقدارين ورا بعض كده، عشان لو عملت كمية كبيرة مع بعضها العجينة هتبوظ مني وهتعب. فانا لان انا بعمل لوحدي وبايديا لوحدي. ودي بقى خلصت البتيفور بتاعي والقراقيش، دخلت عملت البسكوت بتاعي. شايفين عجينة البسكوت؟ وطبعا عجينة البسكوت عندي في القناة وفيديو ما شاء الله جايب مشاهدات عالية، يعني الحمد لله هو جايب لحد دلوقتي 12,000 مشاهدة. لان هو فعلا يا جماعه فيديو جميل وفيديو بسكوت. انا مش بغير الوصفه بتاعتي ابدا، يعني لو بعدل فيها شويه حاجات كده، بضيف شويه حاجات، بشيل شويه حاجات، لان اساسا الوصفه ديت انا اللي عملتها. يعني انا كنت بشوف فيديوهات بسكوت كتير فاعدل فيها، كل ما اشوف وصفه بتاعت قناه اعدل فيها، ما تعجبنيش حاجه فاعدلها، لا بسكوته ناشفه، لا بسكوته بيضها كتير، تنيت اعدل في الوصفه لحد ما وصلت بقى للجمال ده. بسكوت جميل اقتصادي بيطلع كميه محترمه، يعني الكيلو معاكي بيطلع كيلو 600 جرام بسكوت زي ما احنا شايفين اللهم بارك، تحفه. وطبعا يا جماعه سعر البيع بتاع البسكوت 90 جنيه. خلاص زي ما احنا شايفين بقى، انا برضو بوريكي الناس اللي بتقول انا عايزه اشتغل بالكيس، اهي نفس العجينه انا بعملها برضو في البلبله بتاعت البسكوت من غير كيسه وبشتغل بيها. شايفين نفس العجينه اهي اهي. الناس اللي بتقول انا عايزه اشتغل وممكن اخف الدقيق واشتغله بالكيس، انا من غير ما اخف دقيق وبنفس المقدار بشتغله بايد اهوت بالمشط بتاع البسكوت زي ما احنا شايفين، بدون اي اختراعات ولا اي كيس بقى ولا اللي تقولي ما بعرفش استخدمه. يعني لو انت حابه، لو انت حابه تستخدمي، ما عندكيش مكنه وحابه تستخدمي بكيس، طبعا وبيبقى صعب شويه بعمله بايدي من غير كيسه، بس انا برضو بوريكي الفكره اللي انت ممكن تشتغلي عليها اهو. انا مش هعمله كده، مش هكمله كده، بس انا برضو قلت ايه اوريكي يعني فكره من الافكار اللي ممكن تشتغليه.
لكن انا بصراحة بحب اشتغل بالمكنة القديمة بتاعتنا قوي قوي، وبتطلع البسكوتاية جميلة وقمر واحسن من بتاعة الافران. طبعا المكنة ديت انا متجوزة بيها، وهي دي اللي بشتغل بيها ومبحبش اغيرها ابدا. ودي ملمس العجينة بتاعتي، ودي شوف البسكوتاية، شايفة النقشة بتاعتها. ودي شوية تكات مهمة في البسكوت يا جماعة، مش اي حد هيقولها لك ولا هتلاقيها في حتة تانية. التكات ان انت البسكوت النشادر بالذات لما تعمليه اركنيه، ما تشتغليش فيه على طول. لو اشتغلت فيه على طول لا هيطلع معاكي منقرش، ولا هيطلع بالخفية اللي انت محتاجاها منه، ولا باللون بتاعه. ركنة البسكوت النشادر هي اهم عامل لنجاحه. شايفة البسكوتاية بعد ما استوت عاملة ازاي؟ يعني انا بقى مش هقول لك الجمال لبسكوتة لازقة، وانا ما بدهنش الصواني ابدا بتاعة البسكوت. اوعي تدهني الصواني. شايف البسكوت؟ بصي الجمال والحلاوة، حاجة كده يا جماعة، بسكوتة يعني. مش هقول لك محلات والكلام الفاضي ده، انت بتتكلمي بقى على نظافة وريحة وطعم، حاجة كده يا جماعة عظمة. كمية البسكوت معايا اهي، بسم الله ما شاء الله، بتطلع حوالي كيلو 600، 2 كيلو الا ربع يعني على حسب. طيب خلصنا بسكوتنا بقى، ما هو بقى يوم كله شغل بقى، قلنا نخلصه فيه. دخلنا عملنا شوية الكحك بتاعنا اللي مطلوب مننا برضه. شايف الكحك بتاعي؟ حاجة كده جميلة، وبنقشها نقش عسل. وطبعا نجاح عجينة الكحك بتبقى، ما شوفي النقشة بتبان معاكي جدا، بتعرفي الكحكة بتاعتك ناجحة ولا لا من النقشة. لا بتطلع في المنقاش، ولا هي بتتقطع، ولا هي بتتخرم معاكي. اعرفي وتأكدي ان الكحكية بتاعتك دي ناجحة 100%. هي بتبان في ايديكي من وهي عجينة. لكن بقى لو لقيتيها طلعت في المنقاش، اعرفي ان هي لسه عايزة تتخدم، هي عايزة شوية سايل، لسه العجينة مش مظبوطة. لكن زي ما احنا شايفين كده، شايفة انا بجيب كورة وبخرمها وبحط فيها الملبن. انا كده بعمله سادة، يعني في مطلوب مني سادة وفي مطلوب مني بعين الجمل. فانا بعمل كمية من ده وكمية من ده، كمية سادة بالسمنة العادية، وبعين الجمل بالسمنة البلدي. خلاص انا دي طبعا بتقدري انت مطلوب منك كام كيلو بسكوت، كام كيلو غريبه، كام كيلو بتيفور. كل الشغل ده بتقدريه، وعارفه كل كيلو دقيق بيطلع معاكي كام كيلو، وبتقدري شغلك. ما تشتغليش كده عشوائي، لا اشتغلي بشغل مظبوط. لو زاد معاكي نص كيلو، كيلو، بتعرضيه عندك في الجروب بتاعك. وزي ما احنا شايفين ده حشوة عين الجمل، شوية ملبن كده، انا حطيت عليهم سمنة بلدي، وحطيت عليهم عين الجمل بتاعي. خلاص. وده بقى الكحك اللي بسمنة فلاحي، اللي ريحته قلب المكان، ريحة القدحة بتاعت السمنة بقى، اللي بتفكرنا بأيام الزمن الجميل. والأحلى كحكة أنا بحب أعملها. طبعا الكحك على البارد حلو يا جماعة، وما يختلفش على اتنين برضو. بس أنا بقى مزاج عندي الكحك اللي هو بتاع أمهاتنا الله يرحمهم، ولو موجودة ربنا يديها الصحة ويخليها لكم يا حبايبي. واللمة الجميلة بقى أيام زمان، هو ده بقى الريحة الجميلة اللي كنا بنحسها وبنشمها في بيوتنا. زي ما احنا شايفين الكحك. طيب ايه هي أسعار الكحك معايا؟ الكحك اللي بسمنة فلاحي بيطلع معايا، بس أنا لما بقول فلاحي يبقى سمنة فلاحي، مش سمنة مزارع ولا سمنة خليط ولا الكلام العك ده. لا، سمنة فلاح يعني سمنة فلاحي من واحدة فلاحة أنا بتعامل معاها، سمنة نظيف يعني سمنة أصلي. محشي عين جمل. الكيلو معايا يعني الكيلو دقيق بيطلع معايا حوالي 2 كيلو اللي هو محشي بالمكسرات وعين الجمل. وزي ما احنا شايفين انا دخلته الفرن اهو بيستوي. اهم حاجه تسوي الحاجه بالراحه، ما تخليش ايدك كده سريعه في عمايل الحاجه كده، لا، سوي الحاجه على الهادي خالص وما تستعجليش عليها عشان تطلعي بلون زي المحلات. شايفين منظر البيتيفور؟ انا بقى سويت اللي الاقيش في الفرن، والكحك خلصته، وخلصت البسكوت، وخلصت كله خالص. ودخلت بقى في البيتيفور ده عايز بقى قاعده لوحده. قلت بقى خلصت كل الخبيز اللي ورايا، وقعدت بقى في السهره كده ازوق في البيتيفور بقى واشكله. بصراحه انا بحب قعدته قوي يعني. انا ممكن اقعد ازوق للصبح ما ازهقش منه ابدا. اشكاله مختلفه وبحره كبير، وبتحسي كده ان انت بتبدعي، بتطلعي اللي جواكي في البيتيفورايه بتاعتك وبتشكلي. وطبعا الشوكولاته معايا انا مستخدمه جزء من شوكولاته سما للوكس، ومعايا جزء شوكولاته فيينا.
طبعا فيينا برضو ممتازة، انا بحب ادخلها في شغلي كله، شغله كله انا بدخل فيينا فيه، جميلة وطعمها حلو برضو، وسما برضو مميزة. ساعات بحتاج اللي هي حليب دي، بتبقى شكلها ظريف وبتبقى فاتحة كده مش دارك، فبرضو بحبها. شايفين القمرية دي عسولة خالص وكيوت خالص، عسل. وبتيجي بقى تحطي فيها عين جمل، لوزاية، بندقية، اي حاجة كده، اي شوكولاتة بتسيل وتزيد كده انا بشيلها بعد كده. شايفين كمية البيتيفور انا بلزقها، انا بعمل 2 كيلو ب2 كيلو، 2 كيلو ب2 كيلو يعني، وهكذا. ازوقهم اروح جايبه غيرهم، ازوقهم اجيب غيرهم. شايفين الجمال بقى، اشكال وانواع. بصي بقى، بحر من الاشكال، تبصي وتقولي بملي عينك بقى، وتقولي انا هعمل ده ومش هعمل ده. عشان كده اشكل العلبه، تبقى العلبه كده مميزه، مش كله شكل واحد. وطبعا عامله السبيركن ده عشان الاطفال اللي بتحب الحاجات الالوان والحاجات كده المطرقعه، في ناس بتحبها كتير قوي بتطلبها. وفي بقى اللي هو شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك، شوكولاتة حليب، بحشو عين الجمل وشوكولاتة مبشورة. وطبعا حشو عين الجمل ده انا بعمله في البيتيفور اللوكس بس. التاني اللي هو البيتيفور العادي، البيتيفور اللوكس الكيلو بيطلع ب160 جنيه، والبيتيفور العادي الكيلو ب140 جنيه. خلاص. ولو بقى حد بقى عايز بيتيفور بسمنة نيوزيلندي، دي بيبقى أسعار تانية بقى مختلفة تانية خالص، لأن طبعا طعم يعني الزبدة النيوزيلندي مش زي الزبدة الفرن، بتختلف طبعا. الزبدة النيوزيلندي غالية جدا، لكن الزبدة الفرن أنا بجيب الكيلو بحوالي 90 جنيه. يعني كل يوم والتاني أسعار مختلفة، يعني حبة 85، حبة 90، حبة وصلت ل95. فهي مش مستقرة على سعر، يعني زي احنا عارفين الأسعار في السوق كل شوية بسعر. فهو البيتيفور الثابت معايا 140 جنيه، اللي هو البيتيفور العادي. وهو مبيبقاش عادي بصراحة، لأن أنا بحط نسبة من السمنة البلدي مع الزبدة الفرن. أنا بحط نسبة وتناسب كده، يعني نسبة معينة، مش برضو مش نسبة كبيرة ان هي تبوظ لي البيتيفورية بتاعتي وتنشفها. لا، بحط نسبة كده ان انا الاقي ريحة وطعم بقى مميز قوي للبيتيفورية بتاعتي. يعني تفتحي العلبة كده تلاقي ريحة تحب تشميها في العلبة، مش قصة زبدة وخلاص. لا، انت يعني مش قصة زبدة، لا، قصة انت بتميزي شغلك بحاجة مختلفة، حاجة الكل اللي يشم العلبة، اللي يدوق العلبة يقول لا، البيتيفورية دي فيها حاجة مختلفة، حاجة يعني مميزة. فالحمد لله، اللهم لك الحمد، انا بتميز بالموضوع ده. وزي ما احنا شايفين ده عبارة كده عن ورق بيلزق. انا شكرتم بقى، اي حاجة عندك انا بشيلها بعد كده، بس بعلم بيها العلب وانا بوزنها، بحيث ابقى عارفة العلبة دي بتاعت مين والعلبة دي بتاعت مين، وجنبيها الكراسة بتاعتي اللي هي حاجزة بيها كل واحد حجزه، عايز كيلو، عايز نص، عايز بسكوت، عايز قراقيش، كل واحد حجزه مكتوب عندي في الكراسة او زله. وطبعا الميزان يبقى بزيادة مش بالنقص زي ما احنا متعودين. اوعي تعملي يعني اي اوردر بتاعك بتوزنيه ما تخليش فيه جرام ناقص، خلي فيه الزيادة 5 جرام 10 جرام، لكن ناقص لا، ربنا يغنينا يعني. وده طبعا اللوجو اهوت بتاعي، بتاع الجروب بتاعي لمة عيلة. ببدأ بقى، ده اللوكس بتاعي زي ما احنا شايفين، انا بحطه في ورق الكاب كيكس، الورق كده اللي بتيجي كده لفة على بعضها، بتيجي من عند مستلزمات الحلواني، مش الصغيرة اللي هي بتبقى غالية دي، لا، هي لفة كبيرة فيها 100 واحدة بتيجي على بعضها كده. انا بستخدمها بقى في البسبوسة، البسيمة، الحاجات دي. وفي الحاجات اللوكس بقى الكحك اللي هو بالمكسرات، سمنة بلدي، البيتيفور. ما انت لازم تميزي الشغل ده عن الشغل ده عشان يبقى فيه اختلاف واضح يعني. شايفين بقى البيتيفور، يعني الحمد لله اللي بياكلوا مني بيقول لي احنا يعني اول مرة احنا كنا دايما بننقي البيتيفور من الشوكولاتة وناكلها، لا، احنا في بيتيفورك بنحب ناكل المكان السادة عشان نحس بطعم البيتيفورة، لان طعم البيتيفورة خسارة انها تحط عليها شوكولاتة. والله العظيم ده اراء كل، يعني انا عندي شوية تعليقات جايالي كده، ريفيوهات جايالي من اصحابي وحبايبي، انا هبعتها لكم يا جماعة على الجروب بإذن الله، وتشوفوا قد ايه التعليقات، الناس مبسوطة جدا بالبيتيفور وعاجبها طعمه قوي. دي حاجة بصراحة مفرحاني قوي يعني.
يعني بتحسي ان تعبك ما بيروحش على الفاضي لما تتعبي. بس الموضوع مش موضوع مكسب وخلاص يا بنات، لا، موضوع ان انت تحبي شغلك. طالما انت اشتغلتي في المجال ده بالذات حبيه. اصل بصي الاكل بالذات لو عملتيه من غير حب عمره ما هيطلع معاكي حلو ابدا ابدا. انت لو دخلتي عملتي في بيتك اكله وانت مش مبسوطه، الاكله دي استحاله استحاله وسبع الاستحالات تطلع حلوه. هتلاقي الاكله دي طالعه مش مظبوطه وانت بتاكليها وانت عارفه ان هي مش حلوه. انا من نوعيه معرفش انتوا كده ولا لا، لما اكون بطبخ طبخه او بعجن او بعمل صينيه كيكه اي حاجه خلقها ربنا، انا بحس بالحاجه دي هتطلع مظبوطه ولا هتطلع بايظه. شايفين الكحك القمر ده اللي هو بالمكسرات، شكله جميل وريحته خطيره خطيره خطيره. وطبعا السكر البودرة اللي بيتحط على الوش ده ليه كده شوية أسرار عندي كده، أنا بميزه زي بتاع العبد كده ولابوار وحاجة كده عظمة يعني. وده البسكوت بتاعي بقى، البسكوت طبعا اللي هو بيسمعني دلوقتي وبيسمع الفيديو بتاعي عارف البسكوت طعمه ايه. الحمد لله، ربنا يحسن ما بين ايدي ويحسن ما بين ايديكم يا رب، ويرزقني ويرزقكم من السماء للأرض، ويرزقنا الرزق الحلال. خلاص، هو العلبتين دول بياخدوا كيلو بسكوت معايا. العلبة دي اللي هي مكتوب عليها كيلو ونص، والعلبة دي اللي هي النص. بصراحة العلب ديت فعلا تفوقت على العلب الورق والكرتون مليون مرة. علبة بتريحني جدا في الشغل، انا بخلص وعبي واقفلها وعينها في كرتونة كبيرة كده برص فيها حاجتي، خلاص انا كده فقت. والحاجة لو قعدت اسبوع في العلب دي ولا يجرى لها حاجة ولا بترطب، انتي بتحسي بقى ان انتي انجزتي الشغل، متعبي مش لسه هتعبي، مش حاجة ناقصة مش حاجة زايدة، كل حاجة مظبوطة في الكرتونة بتاعتها كده. وانتي مرتاحة وقت العيد او وقت عندك ضغط شغل بتلاقي نفسك بقى انجزتي انجاز ان انت خلاص اللي خلصتيه خالص في العلبة، تشطبي على الكراسة بقى كل اللي حاجزين، تلاقي نفسك خلاص فايقة. انت يا دوبك كده يوم التسليم فايقة للتسليم بس، لان يوم التسليم ده بيبقى يوم فعلا بيبقى يوم قلق جدا، عقبال ما توصلي والدليفري يتأخر، فانت بتبقى عايزة تكون اليوم ده فايقة بس للتسليم. ده بقى بسكوت، انا باخد العجينه اللي فاضله في المكنه، شايفين اللي بيسالوني بقى على العجينه اللي فاضله في المكنه هي دي، انا بقطعها بقطعه السابليه وبغطسها كده اطرفها في الشوكولاته وبحطها على وش البسكوت، بيطلع يا جماعه تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال والحلاوه، بيطلع مميز كده. وبشكل الحاجه اللي دايما يسالوني العجينه اللي بتفضل في المكنه احنا بنعمل بيها ايه، لا ده انا بخلي بقى البسكوت شكله تحفه. ودي القراقيش، شايفين الجمال واللون الذهبي الروعه. ايه رأيكم بقى في العلب؟ شايفين البيتيفور والحاجة كده يا جماعة، نظافة، شغل محلات. حب شغلك واشتغلي بحب واشتغلي بضمير وطلعي احلى ما عندك، وربنا هيرزقك من السماء للأرض. صدقيني واسمعي كلامي، قومي كده وانجزي في شغلك وافتحي باب شغل وافتحي باب رزق ليكي ولولادك بالحلال، والحاجة اللي انت بتحبيها اشتغلي فيها، مش شرط تشتغلي نواعم. فلو عجبك الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسينيش بقى في لايك حلو وشير. ولو عجبك يوميات الروتين بتاعت الاوردرات، يا ريت تقولي لي في التعليقات بتاعتك لايك وشير، ويا ريت تفعلوا الفيديو يا جماعة بلايك حلو. انا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.